أهلاً بالجميع. اليوم رحلتنا بالزمن بترجع لبعيدة لورا كتير. رح نحكي عن قصة تأسيس واحدة من أعظم الحضارات اللي عرفتها التاريخ، قصة الأسرة المصرية الأولى، الحجر الأساس اللي انبنت عليه دولة الفراعنة كلها. طيب، كلنا بنعرف الأهرامات والذهب وقصص الفراعنة العظماء، بس يا ترى من وين بدأت الحكاية كلها؟ إزاي ابتدت القصة دي؟ هذا هو السؤال اللي رح نجاوب عليه سوا اليوم. تمام، خلونا ندخل في الموضوع على طول. قبل ما مصر تكون القوة العظمى اللي بنعرفها، الوضع كان مختلف تماماً. كانت عبارة عن أرض مقسومة، مملكتين، وكل واحدة في حالها. يعني قبل حوالي 3110 قبل الميلاد ما كان في حاجة اسمها مصر كدولة موحدة. زي ما بنشوف كان في مملكتين على طول نهر النيل. في الجنوب كانت مصر العليا، تاجها أبيض ورمزها زهرة اللوتس، وفي الشمال كانت مصر السفلى، تاجها أحمر ورمزها نبات البردي. كل مملكة لها حكامها ولها ثقافتها الخاصة، عالمين منفصلين تماماً. بس طبعاً الوضع ده ما استمرش للأبد، وهنا بتظهر شخصية محورية غيرت شكل التاريخ كله. بنتكلم عن الملك نارمر، وممكن تكونوا سمعتوا عنه باسم مينا. هو بطل حكايتنا، هو الملك اللي ينسب له الفضل في عمل شيء تاريخي، توحيد المملكتين دول في دولة واحدة لأول مرة في التاريخ. والأجمل من كل ده إن القصة دي مش مجرد أسطورة، لأ، في دليل مادي ملموس عليها، لوحة نورمر. تخيلوا، دي ممكن نعتبرها شهادة ميلاد مصر الموحدة، قطعة أثرية من أقدم النقوش في العالم كله. شوفوا التفاصيل، اللوحة بتورينا الملك وهو لابس التاجين مع بعض، تاج الجنوب الأبيض وتاج الشمال الأحمر. دي أول مرة بنشوف فيها الرمز الأيقوني ده، رمز الوحدة اللي استمر آلاف السنين. طيب، خلونا نشوف الأحداث دي حصلت إزاي بالترتيب. حوالي سنة 3150 قبل الميلاد كانت الأرض لسه مقسومة. بعدها بحوالي 50 سنة بس، يعني في 3100 قبل الميلاد، بيحصل الحدث الكبير. نارمر بيوحد البلد، وعلى طول ما ضيعش وقت أخذ قرار استراتيجي ذكي جدا، وهو إنه يبني عاصمة جديدة للدولة الجديدة. العاصمة دي هي منفس، أو زي ما كانوا بيسموها من نفر. والمكان بتاعها ما كانش صدفة أبداً، بالعكس كان مدروس بعناية فائقة. اتبنت بالضبط على الحدود بين المملكتين القدام، بين الشمال والجنوب. ليه؟ عشان تكون هي القلب اللي بيضخ الحياة في الدولة الجديدة، مركز إداري وجغرافي يربط كل شيء ببعضه. تمام، دلوقتي الأرض اتوحدت وبقت دولة واحدة. بس السؤال الأهم، إزاي ممكن تحكم بلد بالحجم ده؟ الموضوع مش سهل. وهنا بدأت الأسرة الأولى تبني اللي ممكن نسميه السيستم، أو نظام التشغيل بتاع الدولة. الفكرة الأساسية كانت بسيطة وقوية، حكومة مركزية، كل حاجة بتطلع من مكان واحد. في القمة طبعاً الملك هو القائد الأعلى لكل شيء، مدني وعسكري. وتحت الملك ظهرت لأول مرة طبقة جديدة من الموظفين المحترفين، يعني البيروقراطية. وعشان السيطرة توصل لكل شبر في البلد، كانوا بيعينوا حكام محليين في الأقاليم، ودول مسؤولين قدام الحكومة المركزية مباشرة. وده بيبين لنا قد إيه الإدارة دي كانت منظمة بجد، ما كانتش مجرد كلام. شوفوا الجدول ده، المناصب كانت متخصصة جدا. يعني مثلا كان في منصب اسمه المشرف على الحقول، وده مسؤول عن الزراعة والمحاصيل، والمشرف على المخازن عشان ثروة البلد من الغلة والمواشي، وطبعا رئيس الكتبة عشان السجلات والتوثيق، وحتى المشرف على المقابر للمشاريع الملكية. ده مش مجرد إدارة، ده نظام متكامل ومتقدم جدا لإدارة كل موارد البلد بكفاءة مذهلة. طيب، اتكلمنا عن السياسة والإدارة، خلونا دلوقتي نغير الزاوية شوية ونبص على الناس نفسها. إزاي كان شكل المجتمع في الدولة الجديدة دي على ضفاف النيل؟ اللي حصل هو إن المجتمع بدأ يترتب في شكل هرم واضح جدا. فوق خالص في القمة كانت الطبقة الحاكمة، الملك وعيلته وكبار الموظفين. تحتهم على طول طبقة الكتاب، ودول كانوا العقل المدبر للإدارة. بعدهم بيجي الحرفيين والعمال، الناس اللي كانت بتبني البلد بإيديها. وفي قاعدة الهرم ده كله كان فيه الفلاحون، ودول كانوا العمود الفقري للاقتصاد المصري. في الوقت ده لسه ما كانش فيه أهرامات بالشكل اللي بنعرفه، بس بذور الفكرة كانت موجودة.
بنشوف بداية العمارة الضخمة في المقابر الملكية في أماكن زي أبيدوس وسقارة. كانت عبارة عن مصاطب ضخمة مبنية من الطوب اللبن، والمصاطب دي هي اللي كانت في الحقيقة النسخة الأولى أو النموذج الأولي اللي اتطورت منه فكرة الأهرامات العظيمة بعد كده. طيب اقتصاد الدولة الجديدة دي كان قايم على إيه؟ المحرك الأساسي وبدون منازع كان الزراعة، كله بيعتمد على فيضان النيل السنوي. جنب الزراعة كان في حرف وصناعات مهمة زي الفخار والأدوات. والنقطة الثالثة والمهمة جدا هي التجارة. مصر بدأت تتاجر مع جيرانها في النوبة وبلاد الشام عشان تجيب موارد مش موجودة عندها زي الذهب والخشب. إذن بعد ما شفنا إزاي الدولة دي اتوحدت واتنظمت وإزاي كان شكل مجتمعها واقتصادها، جاء الوقت نلخص كل ده ونسأل إيه هو الإرث الحقيقي اللي سابته الحقبة التأسيسية دي؟ الأسرة الأولى دي حكمت أكتر من قرنين من الزمان، ودي فترة كانت حاسمة عشان تثبت الدولة الجديدة. بعد نرمر المؤسس جه ملوك كملوا المسيرة زي دجر اللي وسع تجارة، ودن اللي عمل حاجة مهمة جداً، هو أول ملك يستخدم لقب ملك مصر العليا والسفلى بشكل رسمي، وبكده هو رسخ فكرة الوحدة كعقيدة للدولة. وانتهت الأسرة مع الملك قاع، لكنها سابت وراها دولة قوية ومستقرة. 5000 سنة وأكتر. الرقم ده لوحده بيخلينا نقف ونفكر. تخيلوا أكتر من 5000 سنة عدت على الأحداث دي اللي بنتكلم عنها. ده بيدينا فكرة عن عظمة وعمق الحضارة دي. وهنا نوصل للنقطة الأهم في كل القصة. الأسرة الأولى ما كانتش مجرد بداية وخلاص، لا، دي كانت زي المخطط الهندسي اللي مشيت عليه الحضارة الفرعونية كلها لمدة 3000 سنة بعدها. هي اللي حطت أسس كل شيء: فكرة الملك المقدس، فكرة الحكومة المركزية والبيروقراطية، وفكرة المشاريع العملاقة اللي بتخدم الملك والدولة. كل الأفكار دي هي اللي شكلت هوية مصر القديمة. وخلينا نختم بسؤال أخير يفتح باب التفكير. تخيلوا لو مصر ما توحدتش أبداً، لو فضلت مملكتين متصارعتين، يا ترى إزاي كان هيكون شكل تاريخ المنطقة أو حتى تاريخ العالم كله؟ مجرد التفكير في السؤال ده بيورينا قد إيه اللحظة دي كانت مفصلية في تاريخ البشرية.